عارف ايه الحاجة اللي لو غليت بنزعل ولو رخصت بنفرح وموجودة في قصر الباشا وطبلية الغلبان؟ البيضة، ملكة البروتين اللي شايلة عنا كتير. بس هل سألت نفسك قبل كده مين الأفضل لصحتك؟ هل المسلوق اللي بيفرفش العضلات، ولا المقلي اللي بيعدل المزاج، ولا الشكشوكة اللي بتلم العيلة، ولا المدحرج اللي حكايته حكاية؟ البيض يا جماعة من اكتر الاكلات اللي عليها جدل واقاويل كتيره. ففي اللي يقول لك ايه، ان البيض ده المسلوق ده للدايت بس، وفي اللي يقول لك المقلي مضر وبيرفع الكوليسترول بتاع الدم، هيقتلك. وفي اللي بيقول لك الشكشوكه دي هي ملكه الفطار. وفي ناس بتعتبر البيض المدحرج ده مفيش زيه على الاطلاق. النهارده ان شاء الله هنشرح البضايه وهقول لك الخلاصه اللي فيها ببساطه وبالعلم اللي بالبلدي. العلم اللي بالبلدي. جهز رغيفك البلدي وكوبايه شايك اللي هتشربها بعد الاكل بساعتين، ويلا بينا نفهم الموضوع من الاساس. وفي اخر الفيديو ما تنسوش هقول لكم على افضل طريقه تفطر بيها بالبيض. يا ريت بقى اللي مش مشترك بالقناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نمسك الاول، هل البيض ده صحي ولا مضر؟ نمسك النقطه دي الاول. زمان كان اي حد عنده كوليسترول يقولوا له ابعد عن البيض فورا، ده كلام بيتقال زمان. لكن يا جماعه الابحاث الحديثه وضحت ان الموضوع مش بالبساطه دي. دي أبحاث كان زمان وفعلا كان معظم الناس متأيده، لكن دلوقتي الابحاث الحديثه قالت ان الموضوع ده مش بالبساطه دي. ليه بقى؟ لان اغلب الناس الاصحاء الجسم عندهم بينظم او بيقدر ينظم تصنيع الكوليسترول تلقائيا. وبالتالي تناول البيض باعتدال، انا بقول باعتدال يعني بضايه اتنين مش خمسه وسته. تناول البيض باعتدال لا يسبب المشكله اللي الناس متخيلها. المشكله الحقيقيه غالبا بتكون من ايه؟ انك بتاكل ايه مع البيض، مش البيض لوحده. والافراط في كميه البيض والدهون الكتيره وقله الحركه، هي دي المشكله. مش المشكله في البيض خالص. بناكل ايه مع البيض، وبناكل قد ايه بيض، وبنتحرك قد ايه بعد اكل البيض، وكده يعني. وكميه الدهون اللي بنحطها على البيض. والكلام ده مش كلام مختار سالم، لكن ده كلام مؤسسات بحثيه كبيره جدا. طب ليه البيض مهم؟ ليه البيض مهم اصلا؟ عارفين ان البضايه الواحده المسلوقه، البضايه المسلوقه فيها كام جرام بروتين؟ 6 جرام بروتين. ومش اي بروتين، ده بروتين كامل واعلى جوده للبروتين. اعلى جوده بروتين موجوده في البيض. البيض كمان فيه فيتامينات زي بي 12 اللي احنا جسمنا كله محتاجه، وفي فيتامين ايه دي اللي جسمنا برضو محتاجه، وفي كولين ده بقى اللي بيظبط المخ والاعصاب، وفي السيلينيوم. ونبتدي باول حاجه بقى، هو الوحش، البيض المسلوق، اللي غالبا اكتر نوع بيتقال عليه انه اكل صحي. طبعا شيء طبيعي ومنطقي لازم يكون اكل صحي لسببين. لسبب منطقي طبعا، ان احنا ما بنضيفش عليه دهون، او ما بنضيفش عليه دهون زياده. البيض المسلوق يا جماعه، انتوا عارفين ان فيها كام سعر حراري؟ فيها 70 80 سعر حراري بس. لكن المفاجاه بقى في البيض المقلي والحاجات اللي بتتاكل معاه. وفي بروتين ممكن يشبعك. عشان كده البيض المسلوق مفيد جدا وممتاز للدايت ولمرضى السمنه. لكن الغلط بقى اللي بيحصل ايه بقى؟ لما ناكل بيضتين مسلوقين ونقول بناكل اكل صحي، خلي بالكم، اللي بيعمل كده بيقول انا باكل اكل صحي. ممكن ياكل بيضتين وبياكل معاهم 3 4 ترغيفه بيض وجبنه ومربى، وبعد كده يشرب شاي بسكر كتير، وممكن بعدها بساعه كمان يشرب حاجه ساقعه، وبيقول لك في الاخر انا باكل اكل صحي على اساس ان اكل بيضتين وبيض مسلوق كمان ده صحي. طب العيش والابيض والمربى والجبنه والحاجات اللي انت اكلتها دي والشاي اللي عليه 7 معالق سكر ده اخباره ايه؟ لا يا حبيبي بقى، الموضوع مش البيض بس، الموضوع الوجبه كلها. انت حضرتك ممكن تاخد السعرات الحراريه اللي انت محتاجها، جسمك محتاجها في ال 24 ساعه، تاخدها من الوجبه دي. يعني حضرتك السعرات الحراريه دي يا جماعه بتتناسب مع السن، وتتناسب مع المجهود اللي بيبذله الشخص، وبتتناسب هل هو راجل او ست او طفل او شاب او كده او واحد بيبذل مجهود ولا لا.
كل واحد ليه عدد سعرات حراريه بتتناسب مع الظروف اللي هو فيها. يعني ممكن يكون السعرات الحراريه الانسان مش عايز اكتر من 1800 سعر حراري او 200 سعر 2000 سعر حراري، ممكن ياخدهم في وجبه زي دي. لكن الاشخاص بقى اللي بيبذلوا مجهود كبير، يعني اللي هم شغلهم بيتطلب ان يشيلوا ويحطوا ويطلعوا ويجروا بيبذلوا مجهود كبير، بيفقدوا سعرات حراريه كتير، ممكن يكون احتياجاتهم توصل 3000 سعر حراري. واخدين بالكم؟ الناس بقى اللي دايما قاعده وما اكترنا دلوقتي بنرجع، حتى اللي بيشتغل بيرجع من الشغل يفرد ظهره على السرير ولا الكنبه وماسك الموبايلات. الحركه قلت جدا جدا. يعني الحركه مش مستدعيه ان احنا ناخد السعرات الحراريه دي كلها، اللي ممكن تتحول في الاخر لدهون حشويه وامراض في الكبد والجهاز الهضمي وكل حاجه ممكن تجي لنا من القعده دي الكتيره من غير الحركه. وكمان جه حاجه تانية يا جماعه، في ناس لحد النهارده بتيجي تاكل البيض وترمي الصفار، تاكل البياض وترمي الصفار، مع ان الصفار فيه فايده كبيره جدا، فيه فيتامينات مهمه وفيه دهون مفيده، وهو اللي فيه الكولين بتاع المخ والاعصاب. يعني الصفار ده هو فيه عنصر الكولين اللي هو بيفيد المخ والاعصاب، الناس بترميه للاسف الشديد. يعني اكل البيضه كامله، لما تاكل بضايه كامله افضل من رمي الصفار، الا اذا كان الدكتور بقى منعك لسبب مرضي او سبب طبي خاص. يعني انا بقول البضايه كامله الا اذا كان الدكتور قال عكس كده. نيجي بقى للبيض المقلي، سواء كنتوا بتعملوا عيون او اومليت. هنا بقى المشكله. المشكله في ايه بقى؟ المشكله مش في البيضه نفسها. المشكله مش في البيضه نفسها، المشكله في الزيت اللي انت بتنزل على البيضه او السمنه اللي انت بتنزل عليه البيض. انتوا عارفين، انا قايل لكم من شويه البيضه فيها 70 80 سعر حراري. انت عارفين معلقه الزيت الواحده فيها كام سعر حراري؟ 100 سعر حراري. يعني تخيل معلقه الزيت. طبعا انت ما بتعملش بمعلقه زيت، انت عايزه ايه؟ يعني بيقول لك انا بعمله بالسمنه البلدي، يعني بيشر سمنه بلدي. ما تفرحوش بالكلام ده، انا بتكلم على الزيوت بصفه عامه، والانيل هي الزيوت النباتيه اللي غالبيتنا بيستخدمها. معلقه الزيت الواحده فيها 100 سعر حراري بكل سهوله. الاخطر كمان ان معظم الناس مش بتقدر تشتري سمنه بلدي، سعرها عالي جدا جدا. لمن استطاع عليه سبيلا السمنه البلدي دلوقتي والزبده. معظم الناس بتستخدم الزيوت العاديه، زيت ذره وزيت عباد الشمس ولا زيت التموين ولا زيت الصويا او الزيوت المهدرجه او النباتات، السمنه الصناعي دي او الزيوت المهدرجه. طبعا بمشاكلها الكبيره دي، يعني سعرات حراريه عاليه ومشاكل صحيه من الزيوت المهدرجه. طب امتى المقلي بقى يكون اخطر؟ امتى هو خطر كده كده عشان الزيت؟ امتى يكون اخطر بقى من الموضوع ده؟ لو حضرتك استعملت زيت والزيت اتحرق وانت بتقلي، دي مشكله كبيره. لو استخدمت نفس الزيت عده مرات، وده بيحصل كتير لارتفاع برضه سعر الزيت، استخدام الزيت ده اكتر من مره، او درجه حراره الزيت عاليه جدا، يعني انت بتسخن الزيت لدرجه حراره عاليه جدا وممكن يدخن، ده ممكن بقى يكون مركبات ضاره مع الوقت. خلي بالكم اي زيت يدخن المفروض بيترمى. اي زيت ما نوصلش بيه لدرجه التدخين، لدرجه اللي بيطلع منها دخان يعني خلاص بدا يطلع مركبات سامه. المشكله الاخطر بقى ان معظم الناس بتاكل البيض المقلي، مش بتاكل البيض المقلي لوحده. يعني يعني خلينا واقعيين، يعني طبعا في ناس بتاكله لوحده لظروف اقتصاديه، لكن في ناس بقى تقلي طبق البيض اللي قد كده وتحط جنبه بطاطس مقليه، وتحط جنبه لانشون، وتحط جنبه صدق او بسطرمه وجبنه ومربى وعيش اللي بيزود الطين بله، العيش الابيض اللي بيتاكل معاه. يبقى هنا المشكله ما كانتش في البيض المقلي، المشكله في الحبشتكنات اللي حوالين العيش البيض المقلي. نيجي بقى لثالث نوع اللي هو انا بحبه جدا، الشكشوكه. دي بقى اختراع الغلابه. ده انا بسميه صيدليه متنوعه. ليه بقى؟ فيها بصل، وانتوا عارفين فايده البصل اللي انا اتكلمت عنه، وفيها طماطم وانا اتكلمت عن فايده الطماطم، واتكلمت عن الفلفل الالوان والثوم، كل ده انا اتكلمت عليه. اللي عايز اي فيديو عن اي حاجه يقول لي انا هبعت له الرابط بتاعه. وطبعا فيها فيتامين سي، وفيها مضادات اكسده طبعا مع البروتين ومع الالياف، كل دي حاجات مفيده جدا، يعني مناعه حديد وشبع فتره اطول. دي الشكشوكه، كلكم عارفين الشكشوكه. امتى بقى الشكشوكه بتكون ضاره؟ لو حضرتك زودت زيت كتير وسمنه كتير، هي دي المشكله. ولما يكون بتحط عليها بقى صدق ولا بسطرمه وتاكلوها بالعيش الابيض الكتير.
هي دي المشكله. لكن العيب الشكشوكه نفسها اكله ممتعه جدا. يعني لما تحط الحاجات دي كلها ولا تاكليها مع الحاجات دي كلها، وقتها بقى بتضيع الفوائد وسط الدهون وسط العيش ايه الابيض. نيجي بقى للمدلع، اخونا المدلع، البيض المدحرج ده اللي متدلع فعلا، وده اللي بيسموه البيض البرنس، اللي بيتعمل في الاعياد والمناسبات خصوصا. المدحرج ده عباره عن بيض مسلوق عملوا له شاور بالزيت السخن والسمن. لا هو قالوه بس انا بقول كده بس، يعني بيعملوا له شاور بالزيت والسمنه من الاخر، يعني بيقلوه على النار لحد ما لونه يبقى ايه ذهبي. في الحاله دي اتحول البيض المسلوق من حاجه مفيده جدا لقنبله طاقه وسعرات، رغم ان طعمه فعلا يجنن. طب مين الافضل فعلا بقى؟ طبعا يعني انا بقول البيض المدحرج هو يعني يتاكل في المناسبات، يعني مش كل يوم ناكل بيض مدحرج يعني. يعني لو كل شهرين ثلاثه بتاكل لك بيضايه حاجه مش مشكله. المشكله يا جماعه هي في الكميات والتكرار الكتير. يعني انت نفسك في البيض المدحرج، خد لك بضايه بس كل اسبوعين كل شهر، يعني ايه المشكله؟ واخدين بالكم؟ او في المناسبات لكن مش على طول. طب مين الافضل؟ هل ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انا قلت اربع انواع. طب لو هدف حضرتك التخسيس فالبيض المسلوق هو الافضل. ولو عايز طعم وفايده الشكشوكه هي اللي تكسب، بس الشكشوكه متوازنه طبعا. ولو عايز دسم، بتحب طعم الدسم، عليك بالمدحرج بقى، بس تاكله باعتدال ما تاكلش كتير طبعا. ولو هتقلي البيض، ما حدش قال لك تحرم نفسك من البيض المقلي، بس بلاش يكون يسر زيت ويسر سمنه. اقل كميه سمنه او اقل كميه زيت تقلي فيهم. طبعا في طاسه اللي هي ما بتلزقش دي، حط شويه زيت صغيره، والله هيتقال انا بعمل كده، انا بحط نقط يعني زيت، وبفرد الزيت ده في طبقه في الطاسه كده، وبحط عليها البيض بيبقى زي الفل. واخدين بالكم؟ يبقى اقل كميه زيت ممكن تقلي بيها هو ده، ما فيش مشاكل فيه. وما تكترش من استخدام الزيت. ونشوف بعض الخرافات اللي اتقالت على البيض. اول خرافه بتقول ايه؟ ان البيض بيرفع الكوليسترول للناس العاديه. الكلام ده طبعا كان قديم، كان بيتقال ان اي حد بياكل بيض بيرفع عنده الكوليسترول، لكن العلم الحديث اثبت ان البيض مفيد ومش بيضر الناس السليمه، مش بيضر القلب يعني، الا لو حضرتك كنت مريض سكر او مريض قلب، فطبعا لازم تتبع ارشادات الطبيب. الخرافه الثانيه البيض الاحمر افضل من البيض الابيض. الحقيقه ان مفيش فرق جوهري بين البيض الاحمر والبيض الابيض في القيمه طبعا. الفرق بيكون بسيط جدا جدا، ما يستاهلش ان احنا نحير نفسنا ونصرف فلوس اكتر. يبقى ما تحيرش نفسك وتدفع فلوس على الفاضي. الفرق ان الابيض من الفرخه البيضاء والاحمر من الفرخه الحمراء. الخرافه الثالثه بقى البيض الني. البيض الني بيقولوا عليه مفيد. حضرتك هتعمل بقى زي احمد زكي ونور الشريف اللي كانوا بيطلعوا ازازه اللبن من الثلاجه ويكسر على البيض ويشربها؟ لا، حلو كده. بالحاله دي السالمونيلا هتكون مستنياك. وللعلم بقى خلي بالكم نقطه مهمه، العلم الحديث بيقول ايه؟ ان البيض المستوي، البيض اللي هو ناضج او مسويينه مسلوق ولا مقلي ولا اي حاجه، ده الجسم بيمتصه بنسبه 91%، ودي نسبه كويسه جدا على فكره. 91% بيمتص في الجسم، ده البيض اللي ايه مستوي. لكن البيض الني بيمتص 50% بس. يعني هم مفكرين انه مفيد، لا ده بيضر، يعني حتى ما بتستفادش بالقيمه الغذائيه بتاعته. ونشوف افضل فطار عملي ومفيد للبيض. عايز تفطر بيض، بيضتين ممتازين مسلوقين، طبق سلطه، رغيف بلدي او عيش حبوب كامله، وكوبايه شايك المتينه بمعلقه سكر، او يا ريت خالص ما فيش سكر. انا اتعودت ان اشرب شاي من غير سكر بقالي 10 سنين، بشرب كل مشروباتي من غير سكر الا اذا كانت كل فين وفين كده، يعني معلقه ولا حاجه. ودلوقتي بقى جاوبوني بصراحه، انت من انصار البيض المسلوق ولا المقلي ولا الشكشوكه ولا المدحرج؟ كمان قولوا لي بقى ايه اقرب طريقه سمحتها من حد بيعمل بيها البيض؟ قولوا لي وقولوا الطريقه دي ممكن نستفيد كلنا ونجربوها. ولو الفيديو بقى عجب حضرتك ابعته لاي حد بيقول ان كله عايز البيض كله زي بعض. كنتم في قناتكم تثقيف غذائي وصحي مختار سالم قمر، دايما بنهتم بكل تفصيله لصحتكم واكلكم ولبيت خالي من المتاعب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا وتدعموا القناه بالشير واللايك
عشان ندعم القناة وفي نفس الوقت ننشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.